مساء الهنا والسعادة على الناس اللي سكرها زيادة. النهاردة بقى هنعمل مع بعض. عايزة أقولك آه تقولي بقى عوامات، تقولي زلابية، تقولي لقمة القاضي. أهم حاجة إن هي مقرمشة جدا، شربة كده. الشربات بتاعها وغرقانة في الشربات بتاعها، ومقرمشة جدا. كل واحدة هتحطيها في بقك هتاخدك لعالم تاني، بطريقة سهلة وبسيطة اقتصادية من الدرجة الأولى. وهنعملها بطريقة حلوة قوي، مش هتحط ايدك خالص في العجينة. عايزة اقولك بالمضرب وانتي واقفة اقل من دقيقتين 3، يعني هتقومي حالا اول ما تشوفي الفيديو. اوعدك ان هتقومي على طول تنفذيه. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستحلفتك بالله تحطي لايك. واول حاجة هنعملها الشربات بتاعها. كوبايتين من السكر وعليهم كوباية ونص من المية، وعصرة ليمونة، نص عصرة ليمونة، وعليهم معلقتين عسل كلوكوز. ولو ما عندكيش عسل كلوكوز تقدري تستبعديه تماما تماما. على النار ونار وسط، بالراحة خالص. انا مسرعة الفيديو كمان درجتين، يعني بشويش خالص وبهدوء. وبنبتدي نقلب، مش بنقلب، يا دوب بس بنحرك المعلقة زي ما انت ما شفتي. اول ما هيغلي معايا الشربات هحسب 8 دقايق بالظبط وهطفي عليه. لو انا ضايفة عسل كلوكوز، مش ضايفة عسل كلوكوز، 10 دقايق بالظبط وتطفي النار. تطفي النار دي، انزلي بقى ببكون من الفانيليا، اديلهم تقليبتين حلوين يا حلوة. ويلا اطفي النار وتعالي نشوف عجينة الزلابية هنعملها ازاي. هنجيب كده البولة وهننزل كده بكوبايتين وربع من المية الدافية. لو انتي في الشتاء، لو انتي في الصيف تقدري تضيفي مية من الحنفية عادي. معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، او حتى بيرة مش هتقول لا، هتبقى جميلة وخطيرة من ايديكي. هنبتدي نقلب كويس جدا جدا كده الخميرة والسكر في المية، وبعد كده هنسمي الله وننزل بنص كيلو من الدقيق. الدقيق ده نخلاه، واي نوع دقيق سايب، اكياس اللي موجود، ومعلقتين كبار من النشا. وكمان هنضيف رشة صغيرة جدا ما بين صوابعك كده من الملح. وكمان هنضيف اقل من ربع معلقة، بصي حاجة كده على طرف المعلقة كده، من الكيك شيف او البيكنج باودر. وخلاص مقاديرنا خلاص خلصت. وكده يا دوب بس نعجنها كويس جدا جدا بالمضرب، ونخبط جامد جامد بالمضرب، وهتبقى معاكي احلى عجينة زلابية. افضلي اضربي كويس جدا بالمضرب لغاية ما تنعم معاكي تماما. وهنا بنخبط جامد جدا، يعني بصوا بمسك المضرب ازاي. هفضل اقلب. هنا لقيتي العجينة سايلة معايا شوية، ضفت كمان معلقتين من الدقيق. هي عجينتها سلسة جدا وحلوة قوي. يعني لو لقيتيها سايلة بتضيفي معلقة بمعلقة دقيق، ولو لقيتيها يابسة بتضيفي حبة مية. عجينتها حلوة وهتطوعك في كل أحوالك. كل الموضوع ان انت تعجنيها كويس جدا، وطول ما انت واقفة تذكري الله عشان الحاجة تطلع من ايدك زي العسل. اهو، متنسانيش طبعا بدعوة حلوة وليكي بالمثل. زيرو بقى في الكومنتات اذكري الله، عشان ناخد كده ثواب انا وانتو. ضفت هنا لقيتها اهو سايله، ضفت معلقتين من الدقيق وابتديت ان انا اقلب. وبعد كده هبتدي اقلب كويس جدا واخبط بالمضرب كويس جدا. هشيل المضرب ولازم ايديا تلمس العجينه. مش حابه تحط ايدك في العجينه مفيش مشكله، بس انا عشان اشوف واظبط قوام العجينه معايا. هنختبر كمان العجينه واحنا آه لما نلمسها بايدينا ازاي ان هي خلاص كده مش محتاجه منا دقيق. هقول لكم دلوقتي. بصوا انا ماسكه المضرب ازاي، بمسكه جامد كده واخبط جامد. بصوا هبتدي بقى اشيل المضرب دلوقتي حالا. اهو كل ما كده العجينه حلوه جدا، وانتي كانك بتلعبي بصراحه. سهله وبسيطه ولذيذه كده وطعمها حلو جدا. بصوا غسلت ايدي وبليتها ميه بس كده. وبصوا انا مش بعجن، انا بخبط بس بالعجين. اهو هو ده اللي هيديني الشكل بتاع التخمير في الاخر. بصوا هنا لازم العجينة بتاعتي تبقى بالشكل ده بالقوام ده. لازم احط فيها ايديا عشان اعرف ان هي خلاص كده. يعني تيجي
تيجي تقطعي كده ما تنزلش سايلة معاكِ، لأ بتنزل سهلة وكل حاجة، بس كمان تبقى سميكة زي ما أنتِ ما شُفتِ، لازمًا القوام اللي أنتِ شُفتيه قدّامِك دلوقتي. سِبتها بقى لمدة ساعة أو خدت تقريبًا ساعة إلا ربع، وسِبتها لمّا تخمر. أول ما بتخمر لازم تفُك الخُمر بتاعها، بالبلدي كده إحنا بنقول نفِش الخُمر بتاعها، باقلّبها أدّي لها تقليبتين تاني، وعلى طول على النار بتجيب طاسة على نار وسط، بس لا يكون درجة حرارتها عالية جدًا، ولا درجة حرارتها تكون لسه هادية، وبالمعلقة أصغر معلقة في المعيار بتاع التوزيع أو اللي هو المعايير، اسمه إيه قولوا معايا؟ هو صح المعيار. ف أصغر واحدة بقى، وعلى طول بنبِل لها زيت من الطاسة على طول كده، وباروح بإيديّا باعمل زي كُرة صغيّرة كده وأروح لاقطاها، عايزة بقى الحجم كبير، عايزة صغيّر براحتك ودي بتاعتِك أنتِ، الحجم ده بالنسبة لي أنا كويس جدًا، وعلى طول زي ما باقول لِك لازم يكون الزيت ما يكونش هادي، لأ يكون سُخن معاكِ شوية، بحيث إن الواحدة اللي تنزّليها تبتدي إن هي تنفش وتعوم معاكِ، عشان من هنا جات كلمة العوامات. واكتبوا لي بقى في الكومنتات عندكم بتقولوا عوامات والّا زلابية والّا لقمة القاضي والّا بتقولوا اسمها إيه؟ إحنا عن نفسنا بنقول زلابية ولقمة القاضي الاتنين مع بعض. بُصّوا أنا هاقلي بقى نُص قلية، يعني إيه نُص قلية؟ أول ما تنفش معايا كده وتعوم معايا، بابتدي على طول أقلّبها بالشكل ده، أول ما هتيجي تاخد لون لسه ما خدتش اللون أهو، هتيجي تاخد لون دهبي أروح مطلّعاها على طول، ما استناش إن هي تاخد لون خالص، دي اسمها نُص قلية، عشان لسه هنرجع بقى نكمّل سواها تاني. ما شاء الله هي كده زي الفل، باطلّعها بقى كده بُصّوا على شبكة كده أو مصفى، هاعمل بقى نُص كل الكمية يعني هاعمل كل العجين اللي معايا بنفس الطريقة، هاقلي كلّه نُص قلية ونرجع بقى نردّهم تاني للزيت تاني ونحطّهم في الشربات. استحلفتِك بالله اوعي تكوني لسه معايا لحد دلوقتي وما حطيتليش لايك وادعتِ لي كمان دعوة حلوة بضهر الغيب. وليكِ بالمثل ما بابخلش معاكِ بأي معلومة جرّبيها وإن شاء الله هتنال إعجابِك، حقيقي من أول واحدة لآخر واحدة مقرمشة وبتدوب دوبان في البُق. هاعمل بقى نُص هاعمل كل الكمية بنفس الطريقة ونرجع نردّهم للزيت تاني مع بعض. قد إيه سهلة، ما عندكيش اللي هو المعيار الصغير ده أو المعلقة الصغيرة دي، تقدري بالمعلقة بتاعة الشاي برضه نفس النظام تنزّليها في الزيت وتقطعي بقى زي ما شُفتِ، أو في كيس لو عايزين طريقة تانية للتشكيل اكتبوا لي في الكومنتات. أهو يا دوب لسه هتاخد اللون أروح على طول شايلاها، بُصّوا ما شاء الله لا بتشرب زيت خالص، الزيت كل كمية الزيت اللي أنا حطيتها لسه في الطاسة حاليًا لحد دلوقتي. لمّا آجي بقى كده أنا خلاص خلّصت كل الكمية اللي معايا اللهم بارك، ابتديت إن أنا هاردّهم تاني للزيت بعد ما بردوا، تبقى النار بتاعتي وسط، تبقى النار وسط ما تكونش درجة الحرارة بتاعتها عالية، على طول على درجة حرارة وسط، بتاخد معاكِ بقى شوية يعني إيه 3، 4 دقايق بقى تقليب كده على طول مستمر عشان تاخد معاكِ من كل الاتجاه اللون الدهبي. أهو شكلها تحفة حلوة أوي، زي ما باقول لِك طعمها حلو جدًا. وشاربة الشربات كده ومتنغنغة في الشربات بتاعها يعني بجد هتعشقيها. وتغيير بقى عن الحلويات اللي هي التقليدية، ودي بقى زمان كنا بنعملها على طول وطبعًا أمي الله يرحمها كانت بتعملها لنا على طول. بُصّوا طبعًا هي الكاميرا الفلاش بس ضارب في الزلابية فمديّة لكم لون أبيض، بس هي خلاص ابتدت إن هي بتاخد اللون الدهبي وهتبقى جميلة معايا، على طول بابتدي أقلِّب بالشكل ده كده عشان تاخد من كل الاتجاهات اللون الخطير ده، هاخرّج على طول على الشربات، الشربات كان بِرِد تمامًا، تمامًا، تقدري كمان تدخّليه بعد ما يهدى تدخّليه التلاجة أو تعمليه من قبليها بليلة، هيبقى حلو جدًا. أهو على طول باصفّي كده بالشكل ده ما شاء الله هي مش شاربة زيت نهائي، بمعلقة تانية وبابتدي بُصّوا اللهم بارك، أهو باروح مقلّباها تقليبتين 3 واسيبهم، لإمتى بقى أخرّجهم من الشربات بتاعهم أو من العسل بتاعهم؟
لمّا أكون خلاص هابتدي أطلّع الطاسة التانية أو القالية التانية، أروح شايلاهم بقى برضه على مصفى أو على شبكة زي ما أنتِ ما شُفتوا، وأطلّع الطاسة التانية والقالية التانية. لو في أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، لو في حاجة أنا ما وضّحتهاش، وقدّميها بقى كده بألف هنا وشفا، حقيقي مقرمشة جدًا. لتاني يوم، النهارده أنا باسجّل تاني يوم ما أنا ما عملتها لغاية دلوقتي، اللهم بارك من أول واحدة لآخر واحدة، مقرمشة وبتدوب دوبان في البُق، وزي ما باقول لكم غرقانة في الشربات بتاعها.